على الرغم من التنافس التاريخي بين أسطورتين في عالم الساحرة المستديرة، إلا أن الأرجنتين تزخر بعدد وافر من محبي منافس مواطنهم التاريخي كريستيانو رونالدو. كذلك البرتغال نفسها لم تخلو من محبي نجم كبير مثل ميسي، حتى بني جلدة ميسي أنفسهم يعبرون عن حبهم للدون، وخاصة النجوم الشباب أمثال أليخاندرو غرناتشو. بينما تمنى دييغو مارادونا أسطورة الأرجنتين أن يكون كريستيانو رونالدو أرجنتيني الجنسية ليراه يرافق ليونيل ميسي في منتخب التانغو. قد تعجب بلاعب كرة قدم أو تكون أحد متابعيه على مواقع التواصل المختلفة، ولكن أن ترسم وجهه على جسدك فهذا عشق كبير. يفترض الكثيرون أن أي شخص من روزاريو سيقول دائما ميسي هو أفضل لاعب في العالم، خاصة بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في قطر الشهر الماضي. لكن ليس ياميلا رودريغيز، لاعبة كرة القدم الأرجنتينية التي تلعب في مركز رأس الحربة ضمن صفوف بوكا جونيورز منذ عام 2018، كما أنها تمثل منتخب الأرجنتين للسيدات منذ ذلك الوقت. فبرغم امتلاك الأرجنتين لأساطير مثل ليونيل ميسي ودييغو مارادونا، إلا أن ذلك لم يمنعها من إظهار حبها للدون الذي وضعت وشما يحمل صورته على ساقها اليسرى، وأسفل تلك القطعة الفنية لديها أيضا وشما للاعب ريال مدريد السابق وهو يقوم باحتفاله الشهير سي. عند إجراء مقابلة مصورة مع رودريغيز أعربت عن حبها الشديد للنجم البرتغالي وتفضيلها لرونالدو ومواطنها دييغو مارادونا على ميسي. وقالت رودريغيز: لاعبي المفضل هو كريستيانو رونالدو، رغم إلحاح المراسل عليها بذكر اسم ميسي، لكنها أجابت: ليس ميسي بل كريستيانو ودييغو دائما. عشق رودريغيز لرونالدو لم يتوقف عند هذا الحد، فاللاعبة الأرجنتينية التي تبلغ 24 عاما تضع كريستيانو رونالدو في معلومات حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، كما تضع صورته خلفية لهاتفها الشخصي، ما أثار دهشة الكثير من أقاربها وحتى زميلاتها بالفريق. وقد علق أحد المتابعين على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام قائلا: ميسي لا يحظى بالتقدير الملائم في بلاده. لترد رودريغيز: أنا أعرف كرة القدم جيدا وأعرف من هو الماعز الحقيقي، كريستيانو رونالدو. تتميز رودريغيز بموهبة كبيرة، فقد قادت فريقها للتأهل لكأس العالم بعدما سجلت ثنائية في شباك باراغواي في يوليو الماضي. أما محليا فقد سجلت رودريغيز 14 هدفا خلال 9 مباريات بقميص بوكا جونيورز هذا الموسم، كما كانت اللاعبة الشابة ضمن كتيبة بوكا جونيورز المتوجة بلقب الدوري الأرجنتيني العام الماضي، إذ أسهمت في اللقب عبر تسجيل 21 هدفا خلال 15 مباراة. إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متع عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف أسفل الفيديو.